اهلا بكم في تاني حصة من كورس التوزيع الموسيقي. في الفيديو اللي فات احنا عملنا الحاجات اللي انتوا شايفينها ديت، حاجات بسيطة جدا. لعبنا جملة لحنية، عملنا مرد بسيط جدا ودرام بسيط برضو وكوردات زي ما انت شايف. نعمل مراجعة كده بسيطة للناس اللي هي محضرتش الحصة الاولى. آه زي ما انت شايف كده اهو، ده الجملة اللحنية. هنا دي الكوردات بالمنظر دوت. هنا كوردات برضو الكوبليه. هنا الكوبليه بينتهي هنا وبيتكرر تاني هنا. وده الدرام معمول على أربع موازير، 1/4. تمام. طيب نسمع الموضوع كده كله على بعضه عشان بس الناس اللي هي ما تابعتش الحصة الأولى. يا ريت تفعل زر الجرس وتعمل اشتراك للقناة عشان انا بتعب جدا في الفيديوهات دي، وعشان يوصل لأكبر عدد ممكن، وعشان اعمل المزيد من الفيديوهات ديت. يا ريت تكتبولي في كومنت هل عايزين فيديوهات من دي كتير ولا عايزين فيديوهات تانية. نسمع كده مع بعض. شايفها من عينك وقلب حاسس بيك، وقبل ما تقولها انا اللي هقولها ليك. شايفها من عينك وقلب حاسس بيك، وقبل ما تقولها انا اللي هقولها ليك. كده احنا هنخش بقى على السينيو. طيب طيب تعالى نعدل دي، نخليها مثلا هنا كده. مكانها الأول أحسن. طيب هنخش بقى على السينيو اللي هو هنبني كوردات السينيو. أنا هنا عملتها، هرجعها معاكم أهو. كل اللي أنا عملته، عملت كورد في الأوكتاف بتاع A5، وعملت كورد برضو على ال A4، وحطيت يعني. تعالى كده نسمع ده لوحده وده لوحده. هنمسح ده مثلا كده اهو. طيب تعال نسمع برضو اللي تحت لوحده. يعني تعال نمسح ده كده. الاتنين مع بعض. طبعا انتوا عايزين تعرفوا الكوبليه دوت بيقول ايه. طيب هنعرف دلوقتي مع بعض. يعني مثلا هنا انا بقول ايه؟
شايفها من عينك وقلب حاسس بيه. وقبل ما تقولها انا اللي هقولها ليه. عارف ان انت ملكت روحي وهوايا، عارف ان انت حبيبي دايما معايا، عارف ان انت ملكت روحي وهوايا، عارف ان انت حبيبي دايما معايا. عذرا على صوتي، بس انا طبعا الاغنية دي اصلا انا عاملها لبنت، هي كلمات بنت اسمها نور، عجبتني جدا، اغنية خفيفة وسلسة. طبعا هي الاغنية اي بنت ممكن تقدر تغنيها. ثواني. عفوا يا شباب، ورجعنا تاني. طبعا احنا هنا عملنا الدرام، هنا برضو هنعمله على 4 موازير. هنشوف شكله هيبقى عامل ازاي. الدرام ده طبعا لازم نبقى عاملينه بشكل مختلف شوية. هنعمله، يلا بينا. هنا احنا طبعا ده الدرام بتاعنا، هنعمل كده وهنختار الدرام. كده هنحاول بس نجيب على مستوى الدرام التاني عشان ما يبقاش فيه خلل. نجيبها بالظبط، يعني الكيكة اهي. تمام كده احنا خدنا. تمام. نسمع كده. كده مثلا. عارف ان انت ملكت روحي وهوايا. طيب نحاول نديله كده يعني هنخليه مثلا كده. عارف عارف ان طيب هنعمل ايه تاني؟ تعالى كده نلعب شوية في الهاي هاتس دي كده مثلا. كبر عشان كل حاجة تبقى بالظبط. عارف ان انت ملكت روحي وهوايا، عارف. طيب احنا كده كده عايزين نكرروها، يعني نرجع تاني 1/4. عايزين نكرروها وهنبدأ برضو ايه نعدل شوية فيها. كرروها 4 مثلا كده.
تمام تمام. نحطها كده عشان نشوف ايه، برضو نجس الدنيا. عارف ان انت ملكت روحي وهوايا، عارف ان انت حبيبي دايما معايا. طيب نحط لها، نطعمها كده شوية. نخليها مثلا دي كده كده مثلا اعلى شوية. نعليها سيكة. نخلي عارف ان انت ملكت روحي وهواي. انا هنا كده كده هحط سقفة، بس انا مش عايز احطها من هنا. طيب احنا كده عدلنا في الموضوع بتاعنا. طيب نبدأ نحط الدرام برضو هنا كده اهو. تعالى كده نسمع الموضوع من الاول. شايفها من عين، نسمع من الاول عشان اخش المود بس. شايفها من عينك وقلب حاسس بيه، وقبل ما تقولها انا اللي هقولها ليه. شايفها من عينك وقلب حاسس بيه، وقبل ما تقولها انا اللي هقولها ليك. عارف ان
كده بقى يا اخواتي نخش على الجملة اللحنية. وعفوا تاني لو في اي دوشة طالعة، بس انا حاضر الموضوع معاكم لايف، لان انا مش عارف افتح لايف، فحبيت ان انا اشارككم كده. وانا بقول بالطريقة دي كده انا بشارككم لايف، فانا بشارك معاكم الفيديو بكل تفاصيله. احنا كده عملنا الدرام بتاع الجملة اللحنية، لا عفوا عملنا الدرام بتاع السينيو والكوبليه. كده ناقص ان احنا نعمل الجملة اللحنية والدرام بتاعها. وطبعا اللي فات هيتعاد تاني مع اضافة شوية حاجات كده تدي اختلاف وسنس. نخش بقى في الموضوع التاني اللي هو الجملة اللحنية. كده احنا مرتبين الموضوع بتاعنا، بس تعالى قبل ما نخش في الجملة اللحنية نحاول نعمل تيمة كده تبقى ماشية تحت الكوردات ديت. ممكن تبقى بنفس صوت البيانو دوت. تعالى كده هنفتح الكوردات، وبعد كده ناخدها في مكان تاني، وهنفتح هنا الجملة اللحنية. هنحاول ان احنا نخليها واطية وما تبقاش عالية قوي كده مثلا. تمام، هنشوف هنعمل ايه. كده مثلا. نعليها شوية. طيب عايزين نعلى بيها تاني عشان هي كده واطية جدا. جميل قوي كده. هنحاول نخليها بس هنا. ايوه. طيب وهننزل تاني برضو بيها هنا. نحدد كده بس عشان تبقى الموضوع متناسق معانا. طب نسمع كده.
احنا بنجرب يعني كده ايه كتيمة مثلا. هنعمل كده ونحاول نطلع بيها. كل ده احنا مخرجناش على السلم الاساسي اللي احنا شغالين عليه. طبعا التيمة بتختلف حسب، يعني دي تيمة بسيطة جدا ما فيهاش اي تعقيد. طيب كده احنا عملنا مثلا زي تيمة كده، تعال نسمعها مع الجو بتاعنا. يعني كده مثلا هنشوف دي ملعوبة فين عشان نلعبها على نفس المستوى. نحاول ناخد واحدة كده منها. طبعا بقى في الميكس والكلام ده الموضوع هيختلف. تمام اهو. يبقى هنيجي عند نفس المستوى ده وهنعلي كده كده كده. طبعا هنشيل ده كده خالص اهو 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 زي الفل. الموضوع سلس، هو بس فكرة النظام وان انت تشتغل بشغل نظافة هيسهل عليك كتير جدا. طيب انا هنا في الدرام عايز اشيل حاجة، يعني انا عايز اشيل دي. وهنا عايز اضيف حاجة برضو، نرجعها كده. حلو كده جدا جميل. ونحاول نسيف عشان الموضوع ما يسحش مننا ويروح. عود نفسك كده لما تعدي اي مرحلة تبدأ تسيف عشان ما تضيعش كل اللي انت عملته، وبتسيف بالطريقة اللي انا عملتها دي. طيب كده هننقل بقى الجملة اللحنية ديت.
او الخلفية ديت كده هنحطها مثلا في مكان تاني. اوريدي احنا هنغير الالات بتاعتها عشان بس الموضوع يبقى سلس معانا. نسمع كده، تعالى من الاول تاني. شايفها من عينك وقلب حاسس بيه، وقبل ما تقولها انا اللي هقولها ليك. شايفها من عينك وقلب حاسس بيه، وقبل ما تقولها انا اللي هقولها ليك. عارف ان انت ملكت روحي وهوايا، عارف ان انت حبيبي دايما معايا، عارف ان انت ملكت روحي وهوايا، عارف ان انت حبيبي دايما معايا. طيب احنا كده خلصنا الموضوع بتاعنا. كده ناقص ان احنا هنرمي الجملة اللحنية بالكوردات بتاعتها، وهنشوف يا هنخليها زي ديت يا اما هنعدل فيها او نخليها جملة لحنية تانية. وطبعا هنرص الموضوع بتاعنا بشكل سلس. يعني هنخليه برضو 1/4 وهي تبقى ماشية كلها بالطريقة ديت. نرجع تاني بقى لموضوعنا. كده احنا عملنا الدرام والجملة اللحنية. ان شاء الله انتظروني في الفيديو الثالث، الحصة الثالثة في كورس التوزيع الموسيقي. طبعا الفيديو ده هتلاقي فيه وقفات كتيرة جدا وقفتها معاكم، عذرا يعني انا بعتذر، بس انا ناقل الموضوع معاكم لايف، وبرضو هحاول امسح الحاجات اللي ملهاش لازمة اللي هي انا سكت فيها. اشوفكم ان شاء الله الحصة الثالثة. ما تنساش الاشتراك، ما تنساش اللايك بتاعك لو انت وصلت لنهاية الفيديو، ما تنساش اللايك بتاعك عشان يوصل لكم كل جديد. استودعكم الله واشوفكم الحلقة الثالثة. سلام.